بابور فيه 7 من الناس وكبير، بابور فيه 4 ولا 5 كراسي وكذا، يعني تشوفوا كيف خرج، متى خرج، ولماذا خرج، ومن ساعد هؤلاء الأطفال في الخروج. الطفل الذراري هذو كيفاش قراو باش ينوضوا الموتور، كيفاش قراو باش يجازفوا، كيفاش يقراو، بالرغم من انهم شرحوا. قال لك عندنا ابليكاسيون نزلناها تاع الصياده ودينا معنا المازوت بالزياده وكذا، يعني دارين حسابهم. ولكن فيه سلسله، فيه حلقه او حلقات في هذه الجريمه وفي هذا المسلسل. لكن المسؤولين عندنا باش يسكروا الملف بنت ديالها ساخط وكاع ديال بصح على النظام الجزائري، حيت بغا يلصق قضيه ديال هروب ذوك الاطفال الجزائريين اللي سرقوا قارب وهربوا به للديار الاوروبيه. العسكر باغي يلصقها بالمغرب، فبالنسبه ديالها كاعي وتنتقدهم على هذه المحاوله الفاشله للتغطيه على الفشل ديالهم عبر استدعاء الشماعه ديال المغرب. ما يديروش نقاش وكذا وكذا. قال جيبونا من البابور، دخلوا الحبس ورقه القضيه من بعد نشوف. انا شلاتني بعد القضيه برغم من انها قضيه كبيره وكبيره جدا. انا اللي عجبني في التعليق هو اعلام الزريبه. هو اللي تيقول على الجزائر الزريبه، ماشي حنا، انا ما قلت والو. هو اللي تيقول بان الجزائر عباره على زريبه واعلامها اعلام ديال الزريبه. اعلام الزريبه على اختلاف انواعه، السمعي البصري والكتابي والخرشوفي والقرنوطي وكذا وكذا. قال لك هذه هروب الاطفال هذايا مؤامره تم تدبيرها من قبل المخزن المغربي، المخابرات المغربيه اللي تخطط باش يهربوا هذا الذراري باش يخسرونا العرس الافريقي تاع الموزمبيق، باش يخسرونا العرس تاع الموزمبيق والزيمبابوي وكذا وكذا. خلقوا لنا هذا المشكل تاع الاطفال. يعني كي تقرا كلام كما هذا اقل ما تشعر به هو مانيش حاب نصمت لكم القعده نولي نهار تحكم القرا ديالي كي تسمع كلام كيما هذا جياحه. يعني المروك الحمد لله عليك يا ربي انه سعيد بن زديره من اكثر ومن اشد المنتقدين للنظام المغربي، نظام المخزن. والا يقول لك بن زديره او دافع المغرب. الحمد لله تعرفوني باللي قصتي مع المروك، تعرفوني باللي المروك انا عمري ما زرتها وعمري ما عندي علاقه. والا عبد زديره قالوا له، لانه كاين عندما تنتقد خصمك ولا عدوك انتقدوا بموضوعيه، انتقدوا بحاجه منطقيه. واش دخل شعبي في رمضان؟ المخابرات المغربيه ولا النظام المغربي ولا الاعلام المغربي هو الذي يقف وراء. واش دخل الاطفال هذو؟ شحال الاطفال تقسيم على البوليزاريو يقول لك شكون هذه البوليزاريو؟ واش ماركه تاع حلوى ولا تاع العاب ولا تاع ماركه تاع دواء؟ ولا ما يسمعوش لا بالبوليزاريو ولا بصح الغربيه. اطفال صغار من على بالهم. اخرين يقول لك شوف راهم متصورين دايرين هكذا ولا دايرين هكذا. واش قال لك هذو الماسونيه؟ والله لقيت ناس في الفيسبوك شافوا هذوك الاطفال دايرين واحد القصه كما هكذا متصورين هكذا، قال لك هذا هو تاع الماسونيه الوطني. نظن فاز، لكن كم النتيجه؟ نظن فاز، لانه لو كان ما فازش شكرا. اذا غادي نوقفوا هنا، لان الجزء الثاني غتكلم فيه على الاعلام الجزائري كيفاش تعامل مع المباراه ديال المنتخب الوطني الجزائري هنا في المغرب وما ذكروش المغرب. بداو بالجزء اللي تكلم فيه على القضيه ديال دوك الوليدات الصغار اللي هربوا من الجزائر عبر قارب كراوه وعنقوبه. الاعلام في الجزائر بغى يغطي على هذه الفضيحه ديال انه الجزائر دوله عندها الغاز، عندها البترول، وابنائها والصغار منهم اللي المفروض عندهم قدامهم كل مستقبل يكفرون بالجزائر. الجيل الحالي يكفر بالجزائر الحاليه، والجيل ديال المستقبل يكفر بمستقبل الجزائر في واحد البلاد اللي من المفروض يكون فيها امل ديال غد افضل نظرا للبترول والغاز اللي عندها، في واحد البلاد اللي اعلامها ورئيسها يقول لك احنا افضل بلاد افريقيا وفي العالم. هذه فضيحه لهم، هذه كارثه على النظام الجزائري. ممكن تشعل حراك من جديد، داكشي اللي داروه دوك الدراري صغار راه ممكن يفجر الحراك من جديد في الجزائر. فالنظام الجزائري بغى يغطي على هذه الفضيحه هذه. اش غندير؟ ما ندير، غنقلب على الشماعه الاكثر اقناعا للجزائريين. شنو هي الشماعه الاكثر اقناعا للجزائريين او المبرر الاكثر اقناعا للجزائريين؟ المغرب. اي تخربيقه وقعات وبغيت نبررها، نبرر الفشل فيها او الهزيمه فيها، غنقول بانها ناتجه على مؤامره مغربيه. لان النظام الجزائري ما كيديرش هادشي اعتباطا، ماشي وهبي كيف ما قال بن زديره ابدا. النظام عارف بان هذا اتهام مضحك، ولكن مضحك بالنسبه لشعب اخر، بالنسبه لاي انسان اخر غير المواطن الجزائري او الغالبيه الساحقه من المواطنين الجزائريين. بالنسبه لهم الفكره ديال ان المغرب هو اللي من وراء دوك الدراري وجندهم، او كاين عملاء ديال المخزن كاينين في الجزائر تما هما اللي حرضوا الدراري على الهجره. هذه شماعه مقنعه بالنسبه لبزاف من الجزائريين. علاش مقنعه لهم؟ وعلاش كيصدقوا اي تخربيقه فيها السميه ديال المغرب؟
لان العسكر شحنهم ضدنا على مدى سنوات، هو كيشحن الجزائريين ضدنا. المغرب تعرف فيها العافيه، المغرب تامر علينا بعد وقبل الاستقلال، المغرب عنده اطماع في ارضنا، المغرب سلم الثوار لفرنسا ابان الحقبه الاستعماريه، المغرب كيتامر علينا مع الامارات، مع اسرائيل، مع فرنسا، مع الجل الكحل، مع الجل الازرق. المغرب هو السبب ديال الازمه ديالنا مع النيجر، الازمه ديالنا مع مالي. المغرب كيلعب ضدنا في موريتانيا، فبالتالي حولوا المغرب لواحد البعبع في العقل الجمعي او اللاوعي الجمعي ديال الجزائريين، واحد البعبع اللي عنده قدرات خارقه وممكن يدير اي حاجه، خصوصا بعد ما رجعت العلاقات المغربيه الاسرائيليه. فهكذا كينظر الجزء الاكبر او الغالبيه الساحقه من الجزائريين، هكذا كتنظر المغرب. وهما خدموا على هذه المساله مزيان، وصلوا للهدف ديالهم. حتى ولا الجزائري ملي كتقول ليه المغرب دار وفعلوا ضدنا، يقول لك راه كاين المرو كيدير اي حاجه. داك الشيء علاش دائما كيستدعيو الشماعه ديال المغرب حتى في ملفات وحوادث بحال هذه اللي باين اسبابها الجميع، الا لذاك الكائن المختطف ذهنيا من قبل الكبرانات والذي شيطنت المملكه المغربيه اللاوعيديه. وهذا هو السبب اللي خلاهم يستدعوا الشماعه ديال المغرب، وهذا ليس بجد. مساله اخرى، قال لك انا من اشد المنتقدين. مرزديره ماشي من اشد المنتقدين للنظام المغربي. اولا انه ماشي من حقك تنتقد او لا تكون معارض للنظام ديال المغرب، لان انت ماشي مغربي. الا كنتي باغي تكون مغربي صحه، انت ما عندك حتى دخل في السياسات ديال الدوله المغربيه باش تناقشها ولا تعارضها. هذه الاولى. ثانيا، ما يمارسه بن سديره تجاه بلادنا ماشي انتقاد للنظام في المغرب او المؤسسات في المغرب. بن سديره يمارس الدعايه تجاه بلادنا، وكاين فرق. ممكن صحفي امريكي ينتقد مثلا واحد الخطوه او واحد القرار مغربي، ولكن غينتقدوا من منطلق موضوعي. صحفي متخصص في الاقتصاد او في السياسه او في شمال افريقيا، في افريقيا، في الصحه المغربيه، ممكن زعما نلقى مبرر ديال انه يناقش قرارات مغربيه او لا ملف الصحه المغربيه ويتكلم على الموقف ديال المغرب. ولكن بن سديره ما كيناقش من هذا المنطلق. بن سديره تيناقش من المنطلق انه جزء من النظام الجزائري عبر انه ينتمي لاحد الاجنحه، وبالتالي هو تيخرج يمارس الدعايه ضد بلادنا وماشي الانتقاد او النقاش. وكنا كنذكروا الفضيحه ديال بن سديره نهار اللي خرج وقال باللي البوليساريو او الجيش ديال البوليساريو وصل للسمار. فانت تمارس الدعايه، والدعايه المفضوحه والدعايه المضحكه الكوميديه ضد بلادنا. مساله اخرى، ما يغركمش كلام بن سديره. بن سديره غاضب لان النظام بغى يلصق القضيه ديال الاطفال في المغرب، ماشي بدافع الوطنيه او بدافع الموضوعيه ابدا، بل بدافع صراع الاجنحه اللي بن سديره جزء منه. بن سديره ما حاملش عبد المجيد تبع. بن سديره هو جزء من الجناح عنده مشكل مع الجناح اللي تيحكم اليوم الجزائر، وعنده مشكل مع الجناح ديال الرئاسه. فهذا الجناح اللي كينتمي ليه بن سديره يعمل على احراج النظام الجزائري، يعمل على التسفيه من كل خطوه وكل قرار كيتخذوا النظام الجزائري او من يدير الجزائر اليوم، يعمل على فضح النظام الجزائري اليوم، لانه ما عجباش الطريقه اللي كتسير بها البلاد، وايضا ما عجبوش الموقع ديالو في الخارطه ديال الامساك بزمام الامور في الجزائر. ما عجبوش هادشي، باغيين يعاودوا يوزعوا الكعكه. بن سديره الخرجات ديالو الهدف ديالها هو او لا هي كتجي كجزء من صراع الاجنحه لا اقل ولا اكثر، باش ما يتغمقش على البعض ويسحب ليه رجل موضوعي او لا منطقي او تيقلب على الحقيقه ولا تيناقش ابدا. هادشي كون كان بن سديره على وفاق مع الجناح اللي تيحكم او لا كان جزء منه، كنتي غتلقاه كيطبل تصرفات. كيف ما كان واحد الوقت كاين اجماع على انه في الجزائر خاصهم يضخموا الفكره ديال وجود حرب بين البوليساريو وبين المغرب، رغم انها ما كايناش، ولكن بما انه كاين اجماع على العداء تجاه المغرب وكاين اجماع في ذاك الوقت الاجنحه ما كانش وصل للاوج ديالو اللي وصل ليه اليوم. فكان بن سديره جزء من هذا الاجماع هذا، وكان جزء من الاله الدعائيه اللي كتروج لان البوليساريو صافي غتخرج المغرب من الاقاليم الجنوبيه. وخرج بن سديره مع الخائن العميل ديال الكبران الجرادي الليلي وقال بانه البوليساريو على اعتاب مدينه سمار، صافي ما بقى لهم والو ياخذوه، باش تعرفوا بانه جزء من الاله ديال الدعايه لا اقل ولا اكثر. فكان هذا تعليقي على المساله ديال الدراري الصغار اللي هاجروا. نجيو الان شنو قال على المنتخب الجزائري اللي لعب هنا في المغرب والطريقه اللي تعامل بها الاعلام ديال الكبرانات مع هذه المساله. اعطوني النتيجه اذا كان عندكم، لكن شفتوا واحد الخبر، شوفوا معايا الخبر.
نبقى دائما مع أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث غادرت صباحا بعثة المنتخب الجزائري مطار هواري بومدين الدولي، وعرفت التحاق المدافع جوان حجام كما ذكرنا بعدما تم إعفائه من المباراة الأولى، بينما سيغيب الثنائي رامي بن سبعيني وكذا بغداد بونجاح بداعي العقوبة. في الرياضة، تنقل المنتخب الوطني صبيحة اليوم تحسبا لمواجهة المنتخب الغيني غدا بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر لحساب الجولة الثامنة عن المجموعة السابعة من تصفية كأس العالم 2026. هذا وكان المنتخب الوطني قد فاز على منتخب بوتسوانا ب3 أهداف مقابل هدف واحد ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة. المهم تنقل الفريق الوطني لمقابلة الفريق تاع غينيا. تنقل الفريق الوطني وين؟ قالوا لي ما تقولوش. تنقل الفريق الوطني إلى وين؟ أنا خليك نقاط وتدب راسك. يعني قمة الحقارة. شحال قال لك 0-0. شكرا. قمة الحقارة وقمة النذالة وقمة الرخص والطحين والفشل. يعني التلفزيون الرسمي الجزائري يمنع على الصحفيين ذكر كلمة المغرب، بينما في نشرة الأخبار نذكر إسرائيل عادي، والاحتلال الإسرائيلي يقتل. يعني إسرائيل نحن نهضروا عليها معليش، برغم من أننا لا نعترف بدولة اسمها إسرائيل. الجزائر لا تعترف بكيان إسرائيل، لكن في نشرة الأخبار يقول لك والاحتلال الإسرائيلي يقتل كذا الفلسطينيين ويشرد كذا، وتنقل وزير كذا وزير الإمارات وزير إذا تل أبيب وقابل نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل. لكن عندما يصل الأمر إلى المغرب الشقيق، نعم المغرب الشقيق والشعب المغربي الشقيق وخوتنا ما عندناش مشكل معاهم. نحن مشكلتنا مع النظام المغربي الجبان. النظام المغربي شيء والشعب المغربي شيء. ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء الذي احتضن المقابلة هذا يقع في المملكة المغربية الشقيقة. هذا الأغبياء اللي راهم يحكموا فينا، هذه زريبة الإعلام اللي يحشموا يتفاداوا كلمة المغرب، على أي أساس؟ وصلت بكم الوقاحة والحقارة والتفاهة أنكم تمنعوا الصحفيين من ذكر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء المغرب. هي أين المشكل؟ تنقل الفريق الوطني الجزائري إلى الدار البيضاء المغربية لمقابلة فريق كذا. نزل الفريق الوطني في مطار على أرضية مطار محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية. أين المشكل؟ يعني تدير في هذه المعلومة اللي كما قال الأستاذ محمد علواش دايرين في بالهم المواطنين ما توصل، يعني داير في بالهم الشعب الجزائري كله يستنى في نشرة الزريبة، نشرة الثامنة ونشرة الواحدة باش يسمع الفريق الوطني وين راح. ومن بعد يقول لك الوطن يا حمار يا زايله يا تاع التلفزيون. الشعب الجزائري كله على باله يعرف جيدا أن الفريق الوطني راح للدار البيضاء المغربية. يعني لقيتوا انتم برك لي زوايل في الزريبة نتاعكم اللي ماكمش فاهمين الفريق الوطني وين راح، لأنه واحد اللي يتابع فقط نشرة التلفزيون بغالي يوصل يقول تنقل الفريق الوطني إلى بعد وين راحوا؟ تنقل إلى وين راحوا يلعبوا في غينيا؟ لا وين؟ ما نقولش، نقول عيبة، كلمة تاع قباحة عيبة. راحوا للبر، ما راحوش للبر، راحوا المغرب، راحوا المطار محمد الخامس بالدار البيضاء. يعني هذه الملاحظات اللي تخلي الواحد يولي مبغل. اعطونا مبرر واحد يخلي المذيع تاع قسم الرياضي او مذيعه الاخبار نشره الاخبار تمتنع عن ذكر المغرب. اذا كان فيه مرسوم رئاسي غير معلن يحرم ذكر اسم المغرب قولوا لنا باش الواحد ما يزيدش يعطي المغرب، باش يدوا لنا تهمه ليكون المغرب راهو عدو. هي المغرب المملكه المغربيه دوله شقيقه، شعب شقيق، حكومه غبيه وحكومه فاشله وحكومه جبانه وحكومه حقيره. نعم متفقين. وحقاره الحكومه والنظام المغربي او نظام المخزن هذه حقاره وحقد وكذا قديم من 1956 وقبل من ايام امير عبد القادر وروح ليه، لكن احنا نهضروا غير من 56. اذا علينا ان نحدد المفاهيم والمصطلحات ونضع كل حاجه في بلاصتها. عندنا مشاكل مع النظام المغربي اوكي، نظام المخزن، لكن في امور ثقافيه فنيه رياضيه الشعب المغربي شعب شقيق، لانه لحد الان لا يوجد مرسوم او قانون يمنع من ذكر اسم المغرب او يمنع المغاربه من دخول التراب الجزائري او يمنع الجزائري من الدخول الى التراب المغربي. انا اليوم قريت بعض التعليقات جزائريين مناصرين جزائريين راحوا للمغرب واستقبلوهم، وحتى المناصرين تاع الدار البيضاء ناصروا الفريق الجزائري وعادي. خليهم المشاكل السياسيه في جنب والعلاقات الثقافيه والرياضيه والفنيه في جنب. نحن ليس لدينا مشكل مع المواطن المغربي، ليس لدينا مشكل مع المواطن المغربي، لدينا مشكل مع بعض السياسيين ما مش كلهم وحاشيه البعض، هذا عندنا معهم مشكل، ومشكل سياسي مش مشكل اعتراف. احنا معترفين بالمغرب دولة ومملكة عريقة ومملكة كما يقول لك ناس عندها جذورها لا ننكر، لكن انت كي تقول لي تنقل الفريق الوطني الى وين؟ قالوا لي ما تقولوش. اذا كان هذا هو الجزء الثاني. اولا بن زيره هنا
باغي يدير فيها بان هو كيعتبر نفسه عدو للمغرب، هو كيصنف نفسه كعدو للمغرب، كيعتبر المغرب دوله عدوه. خلينا من الهضره ديال بانه مشكلتنا مع الحكومه ماشي مع الشعب، مشكلتنا مع النظام ماشي هضره خاويه يحاولوا يجملوا بها عدائهم تجاهنا. هو كيعتبر نفسه عدو للمغرب، كيعتبر المغرب عدو للجزائر، ولكن باغي يدير فيها عدو عاقل، وباغي النظام الجزائري يكون ايضا عدو عاقل وما يكونش عدو عبيط واهبل عبر التصرفات اللي كيديرها. هادشي اللي باغي يدير بن زيره، هو الجناح اللي معه. هذه الاولى. الثانيه قال لك حقاره النظام وحقاره الحكومه. لا يوجد احقر من النظام من الدوله الجزائريه، ما غاديش نقول النظام، لا يوجد احقر من الدوله الجزائريه او ما يسمى الجزائر، لانما الخربيقه اليوم اللي كنتعاملوا معها صنعتها فرنسا. تاريخ جغرافيا المنطقه عمرها كان فيها شي حاجه سميتها الدوله الجزائريه، كانت من مدينه الجزائر. هذه الدوله اللي صنعتها لنا فرنسا ما كاينش احقر منها، والتاريخ ولا تيقول هادشي. المغرب كنظام كحكومه وكشعب حنا واحد بعدا ديال الاولى، ما كاينش فرق بيناتنا. فرق ديال لا كاين فرق بين الشعب وبين ما كاينش. حنا واحد، حنا امه. هذه الامه كتجتمع تحت الرايه المغربيه وظل عرش العلوي. واي واحد يعادي المؤسسه الملكيه، يعادي وحدتنا الترابيه، راه بشكل اوتوماتيكي دخل في عداء ضد الامه المغربيه كلها، كل مكوناتها من الاخر، باش مابقاش نبقوا عليها الهرطقات. اما الحقاره والخيانه والدناءه هي سمه جزائريه بامتياز. نعطيكم الادله عليها. نهار اللي كانت الازمه ديال جزيره ليلى بين المغرب وبين اسبانيا، الدوله العربيه الاسلاميه والافريقيه والشمال الافريقيه الوحيده التي وقفت مع اسبانيا كانت هي الجزائر. واصدرت وزاره الخارجيه الجزائريه بلاغ حينها، واعتبرت بان المغرب باقترابه من الجزر المحتله او جزيره ليلى المحتله هو خرق القانون الدولي والشرعيه الدوليه. كاين شي حقاره وقواده سياسيه اكثر من هذه؟ الدوله الوحيده التي حاولت ان تفك الحصار الاقتصادي الذي بدأه المغرب هذه سنوات على المدن المحتله باش يحولها الى عبء اقتصادي على اسبانيا كانت هي الجزائر، التي ذهبت وطرحت في عز الازمه المغربيه الاسبانيه. ذهبت الجزائر لدى الاسبان، وهذا الشيء فعلا من اسبانيا، وطلبت او عرضت عليهم ان يكون هناك خط بحري يربط احد الموانئ الجزائريه مدينه مليليا المحتله للتخفيف على المدينه او التخفيف على الاسبان الحصار الاقتصادي اللي بداه المغرب. عمركم شفتوا حقاره ودناءه وخيانه وقواده سياسيه اكثر من هذه في التاريخ؟ هو قال لك في التاريخ، اذا رجعنا للتاريخ المغرب ساعد الجزائر، ساعدنا الجزائر وكانت النتيجه من خسرنا صحراء شرقيه. وقبل ذلك ساعدنا الجزائر وكانت النتيجه معركه إسلي مع الفرنسيين، وهنا بدأ ضعف الدوله المغربيه الامبراطوريه المغربيه بسبب اننا ساعدناكم. شنو كان المقابل؟ كان المقابل انكم تعملوا لحدود اليوم على ان تحافظوا على المسروقات ديال فرنسا واللي الصحراء الشرقيه جزء منها. يعني شي دناءه او حقاره اكثر من هذه؟ الحقاره هي يوم جلس ما يسمى بقيادة الثورة الجزائرية محمد الخامس رحمه الله ووعدوه، أعطوه وعدا. في المغرب تنقولوا الراجل كيتربط من كلمته والحمار من رجليه، وانتم ما طلعتوش كتربطوا من كلمتكم، اذا كتربطوا من رجليكم حيت ما عندكمش الكلمه. ما يسمى بقادة الثورة الجزائرية وعدوا محمد الخامس رحمه الله الذي ساعدهم كثيرا كما ساعدهم الحسن الثاني، وعدوه بأنه بمجرد أن تخرج فرنسا ويخرج الاحتلال الفرنسي سنجالسكم على الطاولة، سوف نجالس جلالتكم ونناقش معكم ملف الحدود ونعيد الحدود إلى طبيعتها كما كانت قبل أن تتلاعب بها فرنسا. وبعد الخروج الفرنسي نكرتوا هذا الشيء ورفضتوا الالتزامات ديالكم، شفتوا الغدر والخيانة، الانبطاح والقوادة السياسية كي دايرة والحقارة. فبالتالي
ما كاينش احقر من الدوله الجزائريه واحقر من نظامكم واحقر من اعلامكم، فما غتجيوش تزايدوا اليوم على بلادنا وعلى الملكيه هنا في المغرب. ولا كان شي حقير فراه هي الجزائر. كما قلنا القضيه ديال الشعب الشقيق، ما يجيش شي حد يقول لي شقيق ما شقيق. خويا شقيقي الا بغى يغدرني، بغى يضربني وبغى يسرق لي رزقي، ما قال شقيق لا والو. الاخوه تسقط هنا. هادشي بين خوت شقاق، فما بالك بين دول، بين شعبين، شعب ودوله باغا تسرق لي ارضي، باغا تزيد تاخذ وتفصل جزء اخر من ارضي، كتامر عليا، كيدعموا فصيل مسلح بالسلاح ضدي، دخلوا في حروب ضدي، وتجي تقول لي شقيق. لا شريف، نحن اشقاء وندعم البوليساريو. اما تكون شقيق عبر احترام الحدود الترابيه ديال بلادي، شقيق عبر احترام على الاقل اتفاقيه كفان او ترجع لي ارضي، ما دون ذلك انت عدو. وماشي انا اللي بغيتك تكون عدو، انت اللي صنفتي نفسك كعدو، انت اللي حطيتي نفسك في الموقع ديال العدو للامه المغربيه وماشي الملكيه او النظام كيف ما حاول يقول. فالشقيق كتبها في ورقه وروليها مزيان وخزنها في نيفك. ايضا قال لك واش كاين مرسوم رئاسي كيمنع الحديث على المغرب؟ هو ما كاينش مرسوم رئاسي، ولكن الجزيره يعي جيدا، هو غير باغي ينتقد الاعلام في الجزائر ويحمل المسؤوليه باش ما ينتقدش المخابرات الجزائريه بشكل مباشر. ما كاينش مرسوم رئاسي كيمنع نطق اسم المغرب في الاعلام الجزائري، ولكن كاين تعليمات مخابراتيه عسكريه صارمه جدا ان لا يذكر اسم المملكه المغربيه الشريفه في الاعلام الجزائري. الحقيقه عارفه هو، ولكن ما باغيش يقولها باش يحمل المسؤوليه للاعلام ويصفي حساباته مع بعض الاسماء ويسيء لهم قدام الجزائريين ويبين شحال هما ضعاف قدام الجزائريين، وهذا الشيء كله في اطار صراع الاجنحه. واصلا هذا الكلام كله اللي قالوا حتى الشق الصحيح من كلامه كيفاش تبرهيش وكذا ديال الاعلام الجزائري اللي ما كيذكرش في المغرب، هذا الشق مدفوع بما هو اخلاقي او موضوعي او عمل صحفي محترم، بل مدفوع بصراع الاجنحه اللي بنز ديرها جزء منه. شنو اخر قال لك النظام المغربي وهادشي ردينا عليه. اوكي، فهذا ما كان كيف ما قلت لكم بنز ديرها باغي يدير فيها عدو عاقل، وما عجباش ان الجزائر اليوم عدو احمق للمغرب، عدو اهبل وعدو عابط. التصرف ديالهم مع المنتخب الجزائري وعدم ذكر الاسم ديال المغرب، اعلامهم والحديث بناوه المجهول ملي تكلموا على المباراه ديال المنتخب الجزائري هنا في المغرب، فقط بينهم شحال هما قزام وصغار، بينهم شحال هما مراد ومهووسين بكل ما هو مغربي، بين باننا داخلين في صراع وازمات ومشاكل مع مجموعه من المراهقين السياسيين ومع زريبه وماشي دوله، وزاد عرى حقيقتهم الشيطانيه تجاهنا قدام العالم. وهذا ما كان. اذا الخوت، هذا هو تعليقي على التصريحات ديال بنزديره. خليوا التعليقات ديالكم انتم متفقين مختلفين معايا او لكم راي اخر. ما تنساوش دعمنا فضلا ليس امرا باللايك وتفعلوا زر جرس الاختيار الاول، هكذا تبقى توصل لكم الاشعارات ديال الفيديوهات وحتى البثوث المباشره اللي كنديروها بين الفينا الاخرى، بحال البث المباشر درنا الصباح وناقشنا فيه الضربه الاسرائيليه للدوحه. ففعلوا زر ديال الجرس باش تبقى توصل لكم الاشعارات ديال البثوث المباشره اللي كنتواصلوا فيها بشكل مباشر مع بعضنا البعض. وشكرا على الدعم ديالكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى حين ان نلتقي في فرصه قادمه. السلام عليكم.